سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. عاود رجعنا بعد غياب. اليوم نديرو مع بعض متقبل ولا مبسم مقلي ومعسل بطريقه بزاف سهله وناجح من اول تجربه ويجي مرمل كما راكم تشوفوا في الفيديو. يلا تشوفوا معايا الطريقه، ما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. مشاهده ممتعه. نبدأ على بركة الله. عندي كاس سميد يكون متوسط، كاس يوزن كاس ونص. اللي ما عندهاش هاد الكاس دير كاس ونص سميد متوسط. كاس فارينة، نخلط جميع المقادير مع بعض باش يدخلوا في بعضهم. زدت عليها كيس فاني سكر ولا البودر العاديه، قريصه تاع الملح ما نساوهاش ضروريه باش تعدل الطعم، 2 مغارف سكر. نخلط كل شيء مع بعض باش يندمجوا لي كاع المقادير مع بعض. انا درت الكاس تاع الزبده تكون دايبه وبارده، زدت عمرت عليها الزيت، كملت هذاك الباقي الزيت. الزبده لازم تكون دايبه وبارده، ما ديروهاش حاميه باش ما يطيب لكمش السميد وتخسر لكم المبسس يخسر لكم. هنا بسستهم كاع مليح، تشرب لي هذاك السميد والفارينه من هذاك الليدام، تشرب مليح. هنا نزيد عليها نص ماء زهر ونص ماء وحبة بيض. البيض لازم تكون حبة صغيرة، ما تكبروش الحبة، حبة غير صغيرة. درت نص ماء زهر ونص ماء وحبة بيض، خلطتهم مليح. انا البيضة هاد درت غير وحدة صغيرة، لو كانت تكون كبيرة ديروا غير النص نتاعها. قبل ما ندير هداك الخليط تاع الماء والماء الزهر والبيضة، ندير كيس خميرة الحلويات ونخلطها مليح، ونزيد عليه نفرغ هداك الخليط نتاع الماء والماء الزهر والحبه نتاع البيض ونخليها تتشرب مليح. نديروها جاريه باش تتشرب لنا مليح. كما راكم تشوفوا فرغت، تشربت لي شويه وعاود زدت عليها واحد شويه وخليتها تتشرب. كما راكم تشوفوا في الفيديو، نغطيها ونخليها واحد ل5 دقائق حتى تتشرب لنا مليح. طريقه بزاف سهله وبالخف توجد، ما يديش الوقت بزاف. بقات لي غير هذيك الكميه، كانت تشرب لي مليح ما بغيتش نزيدها، ونغطيها ونخليها كما قلت لكم واحد ل5 دقائق ونبدا نطيب فيها. هنا بعد ما تشربت لي كما قلت لكم خليتها ارتاحت وتشربت مليح. انا راني غير لم فيها هاد البسمي تعجن غير يتلم بالاصابع، وندير الساشي كما راكم تشوفوا باش تساعدني باش كي نطبخها نقدر نرفد الحبه. هنايا درت ساشي من تحت وساشي من الفوق بهذه الطريقه، ونحلها غير بيدي، ما نستعملوش الحلال غير بيدينا، ونطبعوها باي طابع يكون عندكم في الدار. انا استعملت هذه الطوابع اللي كانوا عندي، وانتم الطابع اللي يكون عندكم استعملوه.
طبعتها فوق البلاستيك باه تجيني بومبي، يعني تجيني طالعه. وكنت في هذه المرحله درت الزيت يسخن باش نلقاه واجد. بعد ما طبعتهم كما راكم تشوفوا قلعت الاطراف وبديت نقلع في الحبه ونعاودها ونبدا نقلي مباشره. الطريقه راهي واضحه في الفيديو. هنا قليتهم كما راكم تشاهدوا، يتقلاو على نار هاديه باش يطيبوا من الداخل، ما تقووش عليهم النار وما يتحلوش في المقله كما راكم تشوفوا في الفيديو. طريقه واضحه وسهله في نفس الوقت. هنا ما عسلتهمش مباشره حتى تكتروا لي من الزيت مليح. كترتهم مليح من داك الزيت وبديت نعسل فيهم، خليتهم واحد 2 دقائق الماكسيموم يتشربوا لي من العسل ونقلعهم. هنا بعد ما كملتهم زينتهم بهذه الطريقه، شويه نتاع كاكاو وقدمتهم مع الاتاي. وانتم كل واحد حر في التزيين تاعه، يبغوا تاكلوهم غير هكذاك. تجي بزاف بنينه وسهله في التحضير نتاعها. يجي يتفتت وطايب من الداخل كما راكم تشوفوا. والى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.